سادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما ولقد مررتم على الديار ولقد مررتم على الديار وكربها وكم عليها لآثار الفراق دلائل وقفت وفي قلبي حنين ولوعة وقفت وفي قلبي حنين ولوعة على أهلها مفر ودمع المنازل وسألتها وما من مجاور كم وقت سائل كأني بتلك الدار رقت لحالي فأجابت ألا يرضيك ما الدمر فاعل وين بعتبة الباب صبيت دمع بعتبة الباب صبيت دمع بعتبة الباب يا دار وين
بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة مفاده أننا نعلم أن هنالك رحلة وأن هنالك انتقام الذي عبر عنه الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع وفي أكثر من مناسبة على أن هنالك انتقام. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وبين أيضا أن هذا الموت لا مفر منه ولا ملجأ منه ولا يكون هنالك ملاذا يلوذ به الذي يريد أن ينهى بنفسه عن عدم شموله بهذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه انطلاقا من هكذا مفاهيم ومن هكذا معارف، السؤال ينبثق هكذا أنه ما هي الغاية من خلق الموت؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الموت وجعله بهذه الكيفية وجعله بهذه الشمولية وهذا الاستيعاب؟ طبعا في مقام الإجابة عن هذا التساؤل وأنه الالتفات بهذه في مقام الإجابة على ذلك أيها الأعزاء، نحن كمسلمين كمؤمنين لا بد لنا أن نفهم هذه القواعد الأصولية الثلاثة المهمة. القاعدة الأولى أننا كمسلمين كمؤمنين نعتقد أن الله عز وجل إذا فعل شيئا أو خلق شيئا فإنما هنالك غاية من وراءه وأن هنالك هدف من وراءه، سواء في ذلك أننا علمنا الغاية أو لم نعلمها. ما دام أن الله عز وجل هو الذي خلق هو الذي فعل فإذا هذا الخالق له غرض من خلقه. بعد النقطة الثانية والقاعدة الثانية كذلك نعتقد أن الله عز وجل إذا أمر بشيء فإنما هنالك مصلحة. والثالثة كذلك أيضا نعتقد أن الله عز وجل إذا نهى عباده عن شيء فإنما هنالك ضرر. طيب بعد هذه المقدمة ولو هذا الاختصار والاختصار أنه إذن الله عز وجل عندما يخلق شيئا يفعل شيئا يأمر بشيء ينهى عن شيء هنالك مصلحة هنالك ضرر هنالك فإذا ما هي الغاية؟ ما هي الغاية من خلق المؤمن؟ ماذا خلق الله عز وجل؟ وللأعزاء نحن هنا على وجه هذه المأمورة الله عز وجل يقول لنا أننا خلقناكم من أجل الاختبار والامتحان، وشيء طبيعي بمجرد أن تتناهى هذه الكلمة إلى مسامعنا فإنه يتبادر إلى الأذهان أن هذا الاختبار لا يخلو ولا ينفك عن ظرف الزمان وظرف المكان. يعني أبو إلى فرد وقت وأكبر المكان ولا لا؟
الآن الإنسان كلنا مثلا دخلنا في جامعات، في مدارس ابتدائية، غيره لما يأتي إليك هذا الخبر بأن هنالك امتحان، أنت يتبادر إلى ذهنك لازم أكون في الوقت وأكون في المكان. بالنتيجة أكو زمان يقوم به ويحصل به هذا الامتحان أو الاختبار، وكذلك أكو مكان لا يخرج من هذا الحيز، أكو مكان يقع فيه الاختبار بعد، وأن هذا الاختبار ينتهي. وإذا ما ينتهي الاختبار الآن على مستوى الدراسات فوجدوا مرحلة مو لكن كل مرحلة يمر بها الإنسان يمر بامتحان وغيره. المهم أنه هذه الفترة فترة الامتحان والانتقال لما تنتهي يراد لنا أن نرجع إلى ذلك العالم. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن أنا فترة الامتحان والاختبار أخلصها في هذا العالم، الزمان الأعمار، المكان هذه المعمورة، زين تنتهي بعدين أرجع وين؟ إلى ذلك العالم. طيب لما أرجع إلى عالم البرزخ أو أرجع إلى ذلك العالم، الوسيلة التي أنتقل بها من هذا العالم إلى ذلك العالم ما يعني هذا هو المثال. الآن نحن كلنا جئنا من مناطق متنوعة متعددة إلى هذه الوسيلة. لما نريد أن نرجع إلى بيوتاتنا، نريد أن نرجع إلى الأماكن التي جئنا منها مثلا، نحتاج إلى وسيلة وما نحتاج. سيدي مثلا أنا بيتي قريب من الحسينية، فبالتالي ما أحتاج السيارة إذا أنت تقصدك تعالى، لكن لا هم أيضا الخدمات متى تحتاج بالوسيلة إلى بالنتيجة تحتاج إلى وسيلة، تحتاج إلى خدمات حتى تأتي إلى هذا المكان. بالنتيجة أنت تحتاج إلى وسيلة في كل تحركاتك. زين إذا الآن تريد ترجع تحتاج لك وسيلة، تريد تتحرك تحتاج لك وسيلة، هذا كله في عالمنا. زين إذا انتهت هذه الفترة فترة الامتحان والاختبار ويراد لنا أن نرجع إلى ذلك العالم، فالوسيلة التي نرجع بها ما هي؟ شلون يعني؟ تقول لي أوكل الأمر إلى العباقرة الموجودين في المجتمع. أكو ناس عندنا عباقرة وأذكياء يسوون فرد عالم تأخذنا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وإن كان لدينا عباقرة وتطور تكنولوجيا لا، ولكنه تبقى هذه في الحدود المادية هنا في عالم الدنيا. أما بذاك العالم واحد يسوون فرد عالم يأخذنا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، لا، هذه مو من ضمن نطاق حدود البشر، إنما هي خارج محدودياته وحدوده. إذا ونرجع الأمر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عليم خبير. هذا العليم هذا الخبير هو الذي يختار لنا الوسيلة المتناسبة والتي تتماهى وتتجانس وتتطابق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. الله عز وجل جعلنا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله عز وجل خلق الموت، غاية من آياته ووجود الموت وخلق الموت أنه وسيلة تنقل الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. وليش بعد يشرح بعيد؟ اليوم إذا مات واحد منا يعلق ويكتب على هذه اليافطات التي تعلق على جدران أو على الجدران بشكل عام، يكتب عليها مات، يكتبون عليها مات فلان وفلان، يكتبون انتقل صحيح. ما ستكون مجرد أن نرى هذه الكلمة فإنه يتبادر إلى أذهاننا بأن فلان. إذا هو الموت كواقع حال وعملية انتقال نجم نعيش الشيء. تبقى بعد قضية أخرى أيضا مترتبة غاية من غايات وجود الموت، أن في الموت موعظة أخواننا عزيزي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا ثلاث لما طأطأ ابن آدم رأسه إلى الأرض قط. ثلاثة لو ما هن ابن آدم ما حد يقدر. شنو هن يا رسول الله؟ قال أولهن المرض. الناس ما تقدر عليه مولانا إلا أنه من خلال المرض يسيطر عليه ويتعلم منه أنه يعرف قيمته وحدوده. زين وبعد
ومنها الفقر كذلك، فقر مراد به الإنسان زين. وبعد ومنها الموت. ليش؟ لأنه الآن الإنسان خليه يهدد بقبيلة، خليه يهدد بدولة، إلا تقطع الفصل تقطع واسطة، بس من توصل إلى الموت. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتنبثق أيها الأعزاء موعظة أخرى من خلال هذه الموعظة أن هؤلاء الذين نحمل أو حملنا جنائزهم وغيبناها تحت أطباق الثرى، فمن أجسادهم ومن قبورهم هنالك رسالة أو رسائل إلينا غير مبهمة وغير مشفرة واضحة على أنه سوف يأتي يوم من الأيام كما حملتم نعوشنا، كما حملتم جنائزنا، سوف يأتي يوم من الأيام تحمل جنائزكم ويوقف على قبوركم كأني بأحبابي على حافتي قبري يهيلون علي التراب ودموعهم تدري ألا أيها المدري علي دموع العين، ستعرض يوما ما عني وعن ذكري. فيوم من الأيام لا ننسي كما أننا أحيانا ننسى أولئك الذين رحلوا عن هذا العالم. تبقى قضية ومنعطف وهي ذكريات، هذه الذكريات التي يعيشها كل إنسان عندما يفقد أعزاء وأحباء، الذكريات التي تستنتج من عمق العواطف والآلام والأحزان التي مرت بأهل البيت صلوات ربي وسلامه عليهم، حيث أنه لنا أسوة حسنة بما جرى على أهل البيت من حيثيات أهمها الصبر على المأساة والمصائب. ولذلك ترى أنه عيالات أبي عبد الله الحسين ونساؤه الثواكل اللواتي ذكرن بأولادهن وأعزائهن يقولون لما أصبح الصباح يوم 11 من المحرم وكل وحدة تريد تودع وليدها، تريد تودع عزيزها، إذها وياه ذكريات وآلام. شنو قالت؟ ويا مرة
درج قالت يما يا يما يا يما بين المنشاي فاقدر ولا يبين المنشاي الله يرحمه واسير وليدي وخوي علي وابو جبار ابويا هذه حاجيك هذه حاجيك
أولادنا أعزائهم شنو قالوا؟ عليك الزهرة 100 واحد منهم
قلت له بيت واحد وها هي جزاك الله الف خير اللهم يوفقك ابويا وصيافي ابويا جيت بالقوه ايوه رحمه الابوك ابويا طول البيت هو اللي كان بيت خاني وإلى الدهر حمل معنا الدهر حمل معنا وإلى الله من ليالي القلب أنا القلب ويلاه ضمدانك أصيح بصوت أصيح بصوت ويلاه أنا راح ودار وسويا والطيب بعد ما توري يجوح والطيب وبعد راحت هلال الفرح بعد راحت ايام الفرح والطيب روحي ما تمر بالدار روحي سيدنا مولانا